هذا هو الاقتصاد اللي يخليك تطلعي ولا يخليك تعرفي كيفاش تتصرفي مع الراتب نتاعك القليل ولا الراتب اللي فيه مصاريف كبيره. قالت لي الاظرفه اكثر من درهم، عندها غير طبيب ب 400 الف للشهر. تصرفي في المطبخ نتاعك بذكاء، راهي تبديره ماشي تدبيره. السلام عليكم الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع ملاح. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واش راكم يا الزينات؟ واش راكم يا الفحلات؟ واش راكم يا المقتصدات؟ جيش المقتصدات نتمنى تكونوا كاع ملاح. الفيديو تاعنا تاع اليوم كيفاش نسير المصروف نتاعي وانا عندي مصاريف زياده ولازم عليا ندير بيت الخزين كرطون رمضان ولا والو. كان هذا الاستفسار نتاع وحده من الاخوات، راح نهضروا بشكل عام ان شاء الله، وراني درت لها التقسيم نتاع الراتب نتاعها اللي عطاتو ليا البنات. راح نحطو لكم في قناتي الثانيه اللي يسقسوني نعيمه واش هي قناتك الثانيه. لما تدخلوا القناه البنات تاعي الرئيسيه راح تلقاوها هنا لتحت الفحله، هذه هي قناتي الثانيه اللي ندير لكم فيها التقسيمات. وعلى بالي باللي ما رانيش ندير لكم التقسيمات عندي مده، والله يا البنات مشكلتي مع الكونيكسيون. طلبوا لي ربي باش في ساعه يدخلوا لنا الكونيكسيون، هذاك الوقت نولي مفرحاتكم البنات. كل اللي تمنيتوه قولوا لي وانا ندير لكم ان شاء الله. ما نطولش عليكم ونروحوا لزوج تعليقات من الفيديو اللي فات، واذا بغيتوا الفيديو الجاي ان شاء الله يطلعوا التعليقات نتاعكم، ما عليكم غير تكتبوا لي تعليق على هذا الفيديو. التعليق الاول من حبيبتي ميرو ماريا ميدو اللي قالت لي كلام كله صواب صرات لي مع بنتي، كانت من المجتهدين ودات الباك ب10 والى اليوم راهي مشوكيه. الله يحفظها ان شاء الله والله يخليها لك وينجحها اكثر واكثر. والتعليق الثاني من حبيبتي اغيلاس اللي قالت لي انا ولدي يلوموا صحابو على القرايه، يقولوا لي علاش تبغي القرايه وعلاش تدي المعدلات كبيره. فالامر هذا الناس ما راهش غير على الكبار، حتى الصغار راهم يحسدوا بيناتهم. الله يحفظ لنا وليداتنا ان شاء الله والله يفرحهم وينجحهم يا ربي. كما قلت لكم البنات، الاخت راهي عطاتني الراتب نتاعها وقالت لي نعيمه انا عندي مصاريف زائده، كيفاش ندير؟ اسكو لازم عليا ندير بيت الخزين ولا لازم عليا ندير كرطون رمضان؟ كيفاش نتصرف؟ وثاني واحد النقطه لفتت انتباهي، قالت لي نعيمه لما تجي العطل نبغي نروح نسافر، يعني بالك تروح لوالديها ولا والزوج يقعد في الدار، فكيفاش تتصرف مع هذاك الراتب نتاعها؟ كيفاش دير هي وياه؟ هل لازم يكون عندها مدخول جديد؟ لازم يكون عندها دراهم ابار؟ ما عرفتش كيفاش دير، فراح نهضروا على هذا الشيء كاع بالتفاصيل في الفيديو. اما التقسيم كما قلنا في القناه الثانيه الفحله. الراتب نتاع الاخت اللي هو 4 ملايين، هما 5 افراد يعني الاب والام و3 اطفال. عندها ليكوش، عندها السياره، عندها فواتير نتاع الهاتف، وعندها الطبيب ولدها الله يشافيه راه مريض. البنات كل طلبوا لها ربي يشافي لها وليدها ان شاء الله والله يحفظه ويخليه ليها. عنده مصاريف خاصه نتاع الطبيب نتاعو، ولادها اكيد يقراو في الليكون فعندها مصاريف نتاع المدرسه. هادو الحوايج كاع باغيه تعرف كيفاش تتصرف معاهم. اول حاجه اللي ننصحك بها اللي هي تقسيم الراتب اللي راح نحطه لك انا في القناه الزوجه. لازم ديري تقسيم راتب، لازم تجيبي لي زونفلوب. شوفوا البنات، شوفوا البنات لي زونفلوب قداش. حنا زمان واش كنا نديرو 4 اظرفه يعني الاسابيع، كل اسبوع واش نحط فيه نتاع نتاع المواد الغذائيه نتاع الطوارئ نتاع اللحوم. هذا ما كان نورمال، ما كانوش بزاف. لكن درك البنات الشيء اللي راني نشوفه باللي ساعدني بزاف انك تكثري الاظرفه اما انك تشريهم. انا راه عندي مده طويله هاد الاظرفه صايره حالتهم لا حاله، ولا تخدمي الاظرفه تاعك. هاني البنات هادو اللي زدتهم غير خدمتهم وحدي بلا زغراف، ها وخدمت الاظرفه. خدمي الاظرفه تاعك ولا شريهم. المهم هذا الشيء على حسابك انت، ديري الاظرفه على حساب واش انت تستهلكي في الشهر. اذا راكي شايفه روحك باللي ما راكش عارفه واش تستهلكي، راقبي روحك هذا الشهر. انا راح ندير لك التقسيم لكن انت راح تكوني ادرى، لكن انت هو اللي راكي في المعمعه وعارفه شحال راكي تستهلكي. نشوف انا شحال نستهلك حليب في الشهر، شحال راني نستهلك خبز في الشهر، شحال راني نستهلك مثلا نطيب لولادي الكوتي وكاع، شحال راني نستهلك زيت، شحال راني نستهلك فرينه. هاد الحوايج كاع لازم تراقبي روحك وتعرفي شحال راكي تستهلكي. ومن بعد كي تعرفي واش راكي تستهلكي اكتبي كل حاجه تستهلكيها، ديري لها ظرف معين. كانت واحده من الاخوات في المزينات قالت لي نعيمه عندها مده، قالت لي الاظرفه اكثر من الدراهم. والله العظيم انا نشوف البنات بزاف الاظرفه راهم اكثر من الدراهم، بصح معليش كي تكوني مقسمه كلش هكا ما تستعدي على حتى ظرف. مثلا الحليب راكي دايراتيه مع المواد الغذائيه، تقولي في مصروف المواد الغذائيه، تروحي تشري مواد غذائيه تكملي هذيك الدراهم. ومن بعد كي تجي تشري الحليب منين راح تشريه؟ واش تلقاي روحك حليتي ظرف واحد اخر؟ لازم ديري كل ظرف ديريه وحده، المواد الغذائيه وحدها، الحليب وحده، البيض وحده. ما على باليش الا كان ديري الكوتي تقدري انك ديري ظرف نتاع الكوتي. الا كان تشريه الكوتي مثلا، انا ننصحكم انكم طيبوه. باش طيبيه المواد الغذائيه اللي عندك في الدار، يعني ما راحش يحتاج دراهم مخصصين لا. ثاني حاجه الاقتصاد، لازم تقتصدي، لازم يعني شوفي ما تناقشيش فيها هذه النقطه. نقتصد في الزيت وراني هضرت لكم كيفاش تقتصدوا في الزيت،
كل حاجه في دارك تقتصدي فيها، مهما كانت كبيره صغيره تقتصدي فيها. وخاصه الناس اللي عندهم مصاريف زائده كما الاخت عندها غير طبيب ب 400 الف للشهر، فهذه مصاريف راهي ناقصه عليها وعلى ولادها. فلازم تقتصدي في الزيت. زيت كل شهر لازم تخرجي من لترات 2 لترات تحطيهم ابار، ما تمسيهمش كل شهر تحطيهم. معناتها لازم تستهلكي 3 لترات. كانت وحده قالت لي نعيمه في لا فيديو تاع رمضان، قالت لي نعيمه 3 لترات قليله لا في الشهر. لا حبيبتي، انا راني نستهلك هذه فوا نستهلك 2 لترات. هذا ما كان اذا ما درتش الكوتي بزاف فيهم، ما طيبش ليهم الكوتي، نستهلك 2 لترات. هذا ما كان. لكن ماشي نقول لك راكي ديري غير الزيت وحده وتقولي لي راح نستهلكو، لا، لازم تساعدي روحك. الشحمه نتاع العيد اللي فات خدمتها ونقيتها وحطيتها في الكونجيلاتور يا البنات. والله من العام اللي فات لدرك ساشي وحده اللي راني نستهلك فيها راهي قريب تكمل. ساشي الزاوج، الناس اللي كانت تبعني في العيد الكبير كنت دارتها على 2 ساشيات. ساشي قاعده كيما هي مبلعه، والساشي اللي راني نستهلك فيها من العام اللي فات لدرك مازال بقى فيها شويه. فهمتوني؟ ندير طريف صغير مع هذاك شويه الزيت يعطيني البنه ويعطيني الدسم في الماكله تاعي. ماشي انا نقول لك لا غير الزيت وحده ومن بعد تقولي لا ما يكفينيش الزيت. لازم تكوني ذكيه. لازم كي نقول لك انا تقتصدي في الزيت معناتها ندخل عليه حوايج واحد اخرين. مره كنت شريت السمن، البنات لقيت السمن بروموسيون 36 تاع 900 غرام، هذاك مدينه. شريت باكيه وكنت نستعمل فيها في الطياب. فهمتوني؟ ساعدي روحك، تصرفي في المطبخ نتاعك بذكاء. طوماطيش قوطي ثاني كيما قلنا، نجيب الطوماطيش نتاعي المصبره نديرها في بلاطو ولا حاجه، نديرها مغرف ونروح نحطها في الكونجيلاتور تكونجلا ونلمتها في بورطمونجي ونولي نستعملها هكا بالسيف عليها. تشد لي شهرين بالسيف عليها. كي تحطيها غير في القوطي في الفريجيدان اول حاجه في الحواشي هذوك يقعد ييبس لك، راه ييبس ويضيع كميه من الطوماطيش راهي تضيع. تقولي لي انت لا انا عندي واحد الطريقه ندير فوق هذا الزيت. يا حبيبتي راكي ديري فوق هذا الزيت لكن راكي تضيعي في الزيت. الناس اللي تعطيك هذه الطريقه هذه ولا شغل هاي تدبيره، هي ماهيش تدبيره، راهي تبديره ماشي تدبيره. انت راكي تدبري في الطوماطيش وراكي تبدري في الزيت. فهمتيني؟ درك انا كي نخاف على الطوماطيش تخسر وندير عليها الزيت، وهذاك الزيت واش يعني من بعد تقولي لي كي تجي طيبي راكي تحسبي حساب هذاك الزيت، ما راكش تحسبيه. انا متاكده بلي ما راكش تحسبيه. فهمتيني؟ فلا انا ما نضيع لا زيت لا والو. الطوماطيش نتاعي نحطها كيما هكا، نقطعها كيما شتوني درتها ونحطها في الكونجيلاتور ونستعمل. كي يكون عندي مثلا الحريره ولا يكون عندي الطعام ولا اللي يسحقوا الطوماطيش نهز وحده نيشان. في المرقه لا ندير غير النص. هذا ما كان. هذا الشيء اللي يخليني نقتصد في الطوماطيش. وديروا العكريه البنات، انا ندير العكريه ندير شويه زعفران هكا باش المرقه تاعي ما تجينيش بيضه. وكاين واحد التدبيره اللي كانت تديرها الوالده نتاعي زمان، تجيب القوطي تاع الطوماطيش البواطه تاع الطوماطيش تقسمها على زوج، يعني تقسمها في زوج بوايض، وكل وحده دير فيها كميه كبيره ما شاء الله نتاع العكري ولا الطوماطيش خضراء يابسه ومطحونه. كانوا يخدموها وحدهم، العكري كانوا يخدموه وحدهم يعني ما كانوش يشرو، والطوماطيش ثاني كانوا يرحوها وحدها. يخلطوا هذيك الكميه نتاع الطوماطيش ولا تاع العكري يخلطوها في القوطي تاع الطوماطيش، يولي لا كولور تاعو حمره بزاف. ديري غير شويه في المرقه تاعك وهي حمارت وتجي بنينه وتهبل. فهمتوني؟ تقدروا انكم ديروا هذه الطريقه هذه، خلطي ديري العكري تاعك مع الطوماطيش ومن بعد ديريها في الكونجيلاتور بالطريقه اللي قلت لكم، راح تقتصدي فيها. الشيء هذا اللي يخليك انه لما يكون عندك مصروف زائد هذا اللي راح يساعدك. وقيسي هذا الاقتصاد ولا هذه التدابير على كل المواد الغذائيه اللي عندك. مثلا انا المقارون بغيت نقتصد في المقارون، ماشي نهز الباكيه تاع المقارون نفرغها في الطنيجره ونطيب وصال ومن بعد يشيط لي المقارون ونروح نرميها. علاه البنات نروح نرميها؟ لا، نحولها نديرها كراطه، حطيها في المول، ديري عليها البيض، ديري عليها شويه لاصوص طوماط شويه الفرماج، حطيها في الفور وخرجيها تخرج تهبل بنينه وتخرج لك عشاء ما شاء الله. فطرتي بها وراح تعشاي لكن تحسوا انكم فطرتوا بحاجه وتعشيتوا بحاجه ثانيه. ها طاح عليك نهار تاع عشاء ما مشيتيش صرفتي ولا درتي حاجه واحده اخرى. فهمتيني؟ هذا هو الاقتصاد اللي يخليك طلعي ولا يخليك تعرفي كيفاش تصرفي مع الراتب نتاعك القليل ولا الراتب اللي فيه مصاريف كبيره. بالنسبه للاخت اللي قالت لي نعيمه انا نبغي نسافر، كيفاش ندير؟ كيفاش دير في الخلصه؟ شوفي حبيبتي، انت دوك باغا تسافري معناتها خصك مصاريف ليك انت وخصك مصاريف للزوج، خصك مواد غذائيه ليك لما تمشي ولا تبغي تشري ولا تعاوني الوالده اللي راكي رايحه عندها ولا على حسابك ولا ما على باليش، وهو ثاني يبغي مواد غذائيه اللي راح يستهلكهم لما انت ما تكونيش كاينه. فهنا خدمي ذكائك. شوفي حبيبتي، اذا الزوج تاعك يعرف يطيب ويسلك روحه صايب معناتها نخلي ليه المواد الغذائيه. منين نجيب هذه المواد الغذائيه؟ هنا يا الحبيبه لما تشري المواد الغذائيه نتاعك تاع الشهر وعلى بالك انت باللي يجيك الوقت اللي راح تسافري. كل عام نروح عند والديه معناتها راه خاصك المصروف. انت في هذا الشهر هذا نقعد نحي على جهه
مواد غذائيه على جهه كل شهر لما نشري ندير حساب هذاك النهار اللي راح نسافر فيه. كاين شي من الناس لا هي على بالها باللي كل عام حاجه تستناها، لكن نقعد وكيجي هذاك الوقت نقول ما عنديش. لا، الحاجه اللي ضروريه عندك كل عام ديريها معناتها ديري لها الحساب من النهار اللي تكمل. مثلا كرتون رمضان، النهار اللي يكمل رمضان ريحينا هذا اللي داخل، مجرد ما نخرجوا رمضان نبداو نلمدوا الكرتون رمضان للعام الجاي. ما نقعدوش كي تبقى شهرين ولا 3 رمضان العام الجاي عاد نقعدوا نجروا نقولوا ما عندناش كيفاش نديروا كرتون رمضان، دراهم ما كفاتناش. لا، بمجرد ما راكي عارفه رمضان كل عام راه يجي معناتها نخمم ليه الافونس. فهمتوني؟ حتى انت هاد العطله هذه اللي عندك لازم تخممي لها افونس. معناتها تبداي من المصروف الشهري تاعك تبداي تلمدي. انا ننصحك انك تلمدي على زوج، تلمدي على كرتون رمضان وتلمدي على الفاكونس نتاعك. درك الزوج الا كان يطيب انا نخلي ليه المصروف هذا اللي نلمدو من بعد هاد العطله بدا يلمدي للعام الجاي ان شاء الله. اذا هو يطيب نخلي ليه ريفي تايمر، نخلي ليه مواد غذائيه في الدار، والخلصه نتاعنا هذيك 4 ملايين انا ندي الجزء الاكبر معايا. راني ماشيه لبلاصه لازم نسحق صوالح، لازم نسحق الماكله، نسحق لي كوش الطبيب الولدي كلش. فانت مثلا يعطيك 3 ملايين تديها معاك وهو يشد مليون الحوايج اللي راح يسحقهم يعني في وحده تما راه في الدار، لكن نخلي ليه المواد الغذائيه باش هو يطيب. اذا كان الزوج لا بالعكس ما يطيبش، انت اللي تسحقي المواد الغذائيه. هو تخلي ليه مثلا 2 ملايين ولا 2 ملايين ونص باش يسلك روحه يروح يفطر في الريستون ولا حاجه، نخلي ليه هو الدراهم وانا ندي هذيك المواد الغذائيه اللي لميتها نديها معايا لدارنا ولا البلاصه اللي راني رايحه باش نقعد نطيب. باش الدراهم اللي ديتها معايا مثلا تدي معاك غير 2 ملايين ولا 1.5 مليون راح تشري بهم الحوايج الاخرين. ما نروحش هذاك الوقت عاد نبغي نمشي للحانوت ونشري هذه ونشري، لا، راني دايما معايا المواد الغذائيه اللي ناكلهم هذيك الايام اللي ما رانيش في دار. فهمتي؟ فهذا الشيء يبقى على حسابكم نتوما وعلى حساب المفاهمه. لكن لازم تخممي في هذه النقطه قبل الوقت، يعني مده قبل لازم تخممي ولمدي ليها. وانا ننصحك انك تلمدي لزوج الكرتون رمضان، وننصحك تلمدي لهاد العطله اللي تروحي بما انه عندك المصاريف بزاف. بس تقدريش تدخلي ديريكت بيت الخزين ديري تاع 3 شهور ولا 4 كيما رانا نديرو، لا، حاولي انك ديري غير كرتون رمضان مع صوالح اللي ان شاء الله تديهم معاك العطله. من العام الجاي العامين تبداي بشويه صاي راح تولي ديري بيت الخزين ان شاء الله، وما راحش تحصلي باذن الله. وتوجري يولي في رمضان عندك الدراهم كيما شفتوا لا فيديو اللي فات، هذوك الدراهم تدسيهم لما تجي رايحه للعطله ولا راح تلقاي هذوك الدراهم كي الحسنه تديهم معاك تسلكي بهم هذيك الايام. هذه هي البنات. المصاريف الزائده لازم ليهم تخمام، لازم ليهم خدمه، لازم ليهم اجراء باش نقدر نحم بلاصه ونحط في بلاصه واحده اخرى. كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى انه يكون فاتكم. ما تنساوش البنات تشاركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو لاحق ان شاء الله. سلام.